وهلأ صار وقت جمهورنا ومشاهدينا نسمع رويدة عطية. يا امي طل من الطاقة وعلي طل من الطاقة، الدم لي فل من الطاقة. ما تخافوا، لساني معاكم، انا اكيد بتصويتكم، اكيد بفضلكم، انتم كل مرة عم تصوتوا لي، كل مرة انا عم بطلع عليكم. فنحن الاسبوع الماضي زعلنا على محمد لافي كتير كتير، بس انا بحب اقول له لمحمد لافي انه انت نجم كتير كبير، وانا وكل المشتركين ناطرين اول سي دي لك بالسوق، ان كنت انت ولا كانوا المشتركين الثانيين اللي طلعوا، لانه كلياتنا نجوم، كلياتنا رح نلتقى كلياتنا بنفس السويه، اكيد ما حدا حيكون اقل من الثاني. وكمان الشعب العربي ما بيتهدد اكيد بالخيزراني، بس بحب لكم تكونوا معي هلا الاسبوع الجاي، رح نغني تراث نحن، ويمكن استاذ صباح فخري يضربني بالخيزراني في حال ما غنيت منيح. انا حضلني مرعوبه من الخيزراني، فخليكم بليز، خليكم كل مره عم تصوتوا لي، كل مره مشان ضل معكم. ضيقة. يلا فرقة موسيقية، استاذ بسام يلا بلشوا لاني صرت على المسرح. رويدة عطية وصلت على المسرح.
خدك المياس يا رويدة. ولا رح يصير مطرب من وراء اصواتكم الحلوه. ليك يا رويدة انت صوتك يخرق العواصف لانه عنده نوع من النظافه. يعني عم بلاحظها كل مره لما بتكوني عم تغني مع كل الجماهير اللي عم تزقف ومع الاوركستر ومع وجود الايقاع، وبنعرف اليوم الصالات صعب يوصل الصوت بشكل جيد، يخزي العين عنك. لازم تعملي طيران اسمه راوية رويدة سوري رويدة للطيران، لانك بيوصل بامان واحد بخرق العواصف وخرق الغيوم. ونراكي في الاسبوع القادم ان شاء الله. يعني والله جد ماني عارف شو اقول. يمكن انا لو قلت الحين كلام راح يبين اني متحيز كثير يعني، بس اقدر اقول ان لازم الناس تسمع. يعني احنا عندنا مثل بالكويت يقول الشمس ما تغطى بمنخل، يعني شمس ساطعه تبين انه صوت جميل. وان قلنا الواحد انت حضورك حلو، شكلك حلو، صوتك حلو، بس حضور وشكل واداء وتميز وهدم الله يوفقك الله يوفقك. من بعد الكلام الهادري اللي قالوه الاساتذه اثنيناتهم، ما بعرف اذا بعد في عندي شيء اقول لك اياه غير انك روعه يا رويدة، وعندك هالصوت النقي مثل المي. بقى ما بعرف من اي مي شربانه، بس صوتك نقي وانا اكيده انه رح تكفي معنا اذا الله راد. الحقيقه بالفعل قلت لها لرويدة لو نشزتي بدي اطلع اضربك على المسرح. طبعا بسم الله ما شاء الله مثل ما سمعتوا هالصوت المتمكن المتميز في الاداء قادر عم بيعطي. يعني هلا انت سمعتوا قدك المياس من صباح فخري، عم تعمل اشياء جديده في قدك المياس، والمستمعين والجمهور رح يقدر هالشيء اكيد. متمكنه من الجمله الموسيقيه، بهذا يدل انه في ثقافه موسيقيه ايضا، وفي معلومات وخلفيه من خلفيه التصرف اللي عم يتصرفه استاذ الياس استاذنا بيعرف هالشيء. يعني ما بقدر واحد يتصرف هالاشياء عبثا بس لمجرد انه صوته حلو او حنجرته قويه، يكون كمان عنده خلفيه ثقافيه فنيه. فرويدة عندها خلفيه ثقافيه فنيه من خلال الاداء اللي عم تأديه والتمكن. بس في شيء مهم بحب اوضحه، انه مخارج حروفها والقائها كثير جميل. تلاقوا بعض المطربين او المطربات بعض الحروف تنمعس ما تكون واضحه، لاحظوا عليها انه كل الحروف اللي عم تلفظها كثير واضحه وكثير سليمه. شكرا. وبنفس الوقت حلوه كالحروف كتفخيم وترقيق. هذا كثير جميل. النطق وعلم النطق والاداء في المطرب مهم اولا يعرف يلفظ وينطق صح. فهي الحمد لله موجود الموهبه. جانب ما بدنا نحكي الاساتذه قالوا قصه خفه دمها ما بعرف شو طلتها، هذا شيء الجمهور شايفه مثل ما انا شايفه وغيري شايفه، بس انا بحكي اشياء ما شايفه الجمهور. في رويدة انا اكيد انا لو الي الحكم انت سوبر ستار، وبتمنى لك طبعا واكيد سوبر ستار. نعطوكي سوبر ستار ما اعطوكي انت سوبر ستار. كلامك. خلاص. شكرا لك. أنا بس بدي أقول ما بعرف إذا قصة الشعر أو اللون التراثي أو المشمش، بس سمعنا إنه هيك نبرة جديدة بصوت رويدة. الحمد لله. رويدة أنا قاعد قدام الفنان العظيم صباح فخري وخايف إن أنطق حرف من اللي لازم أقولهم غلط، يعني على أعصابي، يعني إن ما انطقش أي حاجة غلط. أنت رحتي غنيتي أغنية من أغانيه. نعم. إيه يعني مش خايفة؟ إيه إحساسك؟ أنا حابة أقول أشكر اللجنة الكريمة على الكلام. يمكن أنا ما بستاهل هالكلام كله. بشكر أستاذ صباح فخري. بحب أقول أنا إني أنا التقيت بأستاذ صباح فخري، قدمني مهرجان أغنية سورية. غنيت أنا أغنية وطنية، ما قدرت يمكن أعبر له عن مدى صوتي أنا. اليوم من خلال سوبر ستار قدر يسمعني أستاذ صباح ويعطيني رأيه، وإن شاء الله يا رب إني أنا
تكون قد المسؤولية وقد هالكلام الحلو اللي قال لي إياه. وبتضلك أنت بتضلك أنت نجم العرب كله، ونحن بدنا نقتدي فيك أستاذ صباح. أنا والأستاذ الياس واللجنة قالوا اللي بتستحقيه، ما جملناكي. الله يخليك يا رب. أعطيناكي حقك، لا عواطف ولا دبلوماسية. شكرا لك. شكرا. يعني الكل سوبر ستار بهالبرنامج، بس اللون التراثي كتير 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 كان حلو. واليوم انا كثير مبسوطه على فكره، معلش خلوني احكي كلمتين، انه اليوم شفت رفيقتي سحر سبلاني. سحر انا صار لي زمان ما شفتها، كانت مشاركه معنا بالسوبر ستار. سحر كمان. وبحب اقول مبروك لربيع ميراتي، لانه اول قضيه بالمحاماه حتكون عنده. مذيعة صارت رويدة. بشكركم انتوا الاثنين يا حلوين. دلوقتي احنا سمعنا 4